ضمن مشروع القوافل الدعوية التي تنظمه مديرية الأوقاف بالفيوم استعدادا لشهر رمضان المعظم، تنظم إدارة مركز شمال الفيوم اعتبارا من غد الثلاثاء قافلة دعوية تضم عددا من رجال الدعوة والأئمة لتوعية الأهالي بأهمية الفكر الوسطي، على أن تجوب هذه القوافل جميع مراكز وقرى المحافظة لنشر مبادئ الدين الإسلامي الصحيح بعيدا عن التطرف والإرهاب. مر طوال شهر شعبان وشهر رمضان ان شاء الله هيبقى مكثف شويه يعني. لان احنا عندنا القفله والدروس الائمه هيبقى بعد العصر ان شاء الله، بحيث الناس نعطي الناس فرصه لقراءه القران وان شاء الله والتدبر ومعايشه القران في المساجد ان شاء الله. طب في فتح مساجد الفترة الجاية؟ هو ان شاء الله عندنا اكثر من مسجد، اي اللي هو تبع الاوقاف قامت ببناء الاوقاف، وفي مساجد قامت الاهالي ببناء وجود ذاتيه مثل مسجد الهدايه بقريه اللاهون ان شاء الله بقريه هوات عدلان. ويتضمن المشروع افتتاح عدد من المساجد، حيث تم أمس افتتاح مسجد الهداية بقرية هوارة عدلان بمركز الفيوم بتكلفة إجمالية قدرها 1,000,000 جنيه، والذي أقيم على مساحة تبلغ 430 مترا مربعا، ويضم المسجد مجمعا طبيا ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم. اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية التي أقيمت بالتنسيق بين لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والمعمل